السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إدارة المال وازاي تدير فلوسك. يلا نبدأ. لو انت بتشتغل ومش عارف فلوسك بتروح فين، وبقالك سنين بتشتغل وبرضه مش معاك جنيه للأسف، وانت مش عارف السبب فين، وفي نفس الوقت عايز تكون مستقر ماديا، فلازم تدير فلوسك صح. احنا قلنا قبل كده لو انت بتقبض في الشهر 1,000,000 جنيه وبتصرف 1,000,000، يبقى انت كده مش غني. لو واحد بيقبض 10,000 وبيصرف 5,000 ويسيب 5,000، فده احسن منك، فده مستقر ماديا عنك بكتير، لان هو مصاريفه اقل من دخله، لكن انت احتياجاتك اعلى من دخلك حتى وانت بتاخد مرتب كبير. فكل ما مرتب بتاعك زاد انت برضو بتعلي مصروفاتك، ما عندكش خطة مالية، ودايما عايش في الطوارئ. لو حصلت اي حاجة بتضطر انك تستلف، مش بتشتري اي اصول، ودايما فلوسك رايحة على الالتزامات، واول ما تزعل تصرف، اول ما تفرح تصرف، اول ما تزهق تصرف. كل حاجة مشاعرك اللي بتتحكم فيها. وبيقولك يا عم احنا بنعمل الفلوس عشان نصرفها. يا عم تصرفها ايه؟ انت مش فاهم حاجة. انت اصلا اللي بتعملها دي ما اسمهاش فلوس. ودايما اعتمادك كله على مصدر دخل واحد، لو انتهى فانت انتهيت معاه. ومش بتفرق خالص بين الحاجة الضرورية والكماليات. تدخل السوبر ماركت تجيب حاجات كتيرة ملهاش اي لازمة معاك، اي حاجة بتعجبك بتشتريها، وفي الاخر مش بتعمل بيها اي حاجة، وحاجات اصلا ملهاش لازمة معاك من الاول. ودايما بتستلف، دايما عليك ديون، ودايما اي حاجة غالية مش قادر تشتريها بتشتريها قسط، فيبقى عليك قسط من هنا وقسط من هنا وديون من هنا وديون من هنا. يبقى انت عبال لما تخرج من الديون دي يكون عندك 30 سنة. انت كده مش هتخلص من الدايرة دي. لو انت مش معاك حق الحاجة ما تشتريهاش. كل تفكيرك زي العيال الصغيرة، كل تفكيرك في الخروجات واللبس، الخروجات واللبس، ومش شايل اي جنيه على جنب لا قدر الله لو حصل حاجة لأهل بيتك تعرف تنقذهم. لا، للأسف لو حصل أي حاجة أنت بتستلف برضه. لازم تقسم مرتبك ل3 أقسام. أول قسم لمصاريفك أنت، تاني قسم للاستثمارات بتاعتك، تالت قسم ودي فلوس هتشيلها على جنب. عايز أقولك إن إدارة المال أفضل من التحصل عليه أصلا. عشان تبقى ناجح ماديا لازم تدخل أكتر ما بتصرف، تدخل فلوسك عامة مش القبض. مش عايزك يكون دخلك من دخل واحد. اعرف كل جنيه رايح فين وجاي منين، مش كل حاجة تعجبك تشتريها. وياريت تطلع من دايرة انك على طول مديون وعليك فلوس وأقساط. ياريت تخلي فلوسك تخدم أهدافك. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.